ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم في سلسلة حلقات الدكتور بتاع الاجهزة. النهاردة معانا الاوتوماتيك الخاص بموتور المية. هنتعرف على مشاكله، وهنتعرف على الحاجات ايه اللي ينفع تتصلح فيه، وايه الحاجات اللي لو حصلت مش هينفع تتصلح. وبرضه هنبص على مكوناته من جوه علشان حضرتك تكون عارف مكونات الجهاز اللي قدامك ده ايه. بسم الله كده ونبدأ. بنفتحه بأي مفك عادي، بس كده. عندنا هنا دي أقطاب التوصيل. طبعا لما بنيجي نوصل للأوتوماتيك ده بناخد طرف مثلا من الموتور، يعني طرفين الموتور، طرف هنا وطرف هنا، والكهرباء طرف هنا وطرف هنا. يعني الاتنين دول حاجة والاتنين دول حاجة. يعني واحدة من الكهرباء، يعني وليكن مثلا هنا الكهرباء، يبقى هنا الأرضي بتاع الكهرباء. تمام. اللي على الطرفين دول نثبتهم كده علشان برضو ما تتوهش مني. نثبت دول الاتنين دول للموتور، طرفين الموتور، والاتنين اللي في النص طرفين الكهرباء. تمام كده. عندنا السوسته الكبيرة دي بتزود ضغط المية عندنا في أي مكان. كل ما حضرتك بتربط بتزود الضغط، كل ما حضرتك بتفك بتقلل الضغط شوية. وكذلك التامورة الصغيرة دي بتزود مدة تشغيل الموتور. الحاجة اللي ممكن تعطل الأوتوماتيك ده كله هي الفتحة الصغيرة اللي حضرتك شايفها دي. بس الفتحة دي بنسبة نقول 98% الأعطال بتكون منها. ايه اللي بيحصل؟ الفتحة دي بيتكون فيها الرواسب كلها، زي ما حضرتك شايف بتكون فتحة صغيرة جدا جدا، فبيتكون منها الرواسب، بيتكون فيها الرواسب دي أو الأملاح، فبتسدها. يعني ما بتخليش الأوتوماتيك يشتغل بكفاءته أو بيشتغل بكل طاقته. فبنحتاج إن احنا نجيب أي حاجة رفيعة وبنبدأ نعمل له عملية تنظيف. بس طبعا وحضرتك بتنضف، حذاري الجزء اللي انت بتنضف بيه يعدي من الفتحة دي. لو عدى من الفتحة دي هيبقى فيه كاوتش. انا هفتحها دلوقتي وهوريها لحضرتك برضو علشان حضرتك تبقى متخيل او شايف انت بتعمل ايه. الموضوع مش صعب جدا، ولا في اي صعوبة. حضرتك انت اللي ممكن تعملها بنفسك. مش محتاج ان انت تجيب فني او اي حاجة. تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل جوه او ايه اللي موجود جوه هنا. هو حضرتك طبعا لما تيجي تنظف مش محتاج تفك كل المسامير دي. انا بفك المسامير دي كلها ليه؟ عشان بس اوري لحضرتك، عشان لما تيجي تنظف ما تخرمش الجلدة دي. والجلدة دي للأسف ما بيكونش لها قطعة غيار عند السباكين. فانت بأي حاجة رفيعة هتنضف الفتحة دي وتركبه مرة تانية، بإذن الله هيشتغل معاك. كده فكناه. طبعا الجلدة اهي، شوف حتى تلاقي فيه زي صدى كده نازل منها لو باين في التصوير. يعني الجلدة دي لو اتخرمت وانت بتنضف كده خلاص المية هتعدي للأوتوماتيك، وللأسف مش هيكون نافع خالص. ودي من الأسباب اللي بتخلي الأوتوماتيك ما ينفعش يتصلح. تمام. اهو من جوه اهو، لازم يكون الدنيا نظيفة علشان يشتغل معاك بكل قوته. تاني حاجة، ده اللي بيكون مسؤول عن التشغيل والقفل، وده ملوش مش بيبوظ يعني عموما. ولكن الأوتوماتيك اللي معايا النهاردة ده انا غيرته وجبت واحد جديد. ليه؟ لان طبعا زي ما حضرتك شايف انا نضفت الفتحة وركبته، برضو عمل نفس المشكلة معايا، ما بيفصلش خالص. هويت الصامولة شوية وهويت برضو ديت. انا كنت سايبها متهوية على طول لان انا برفع للدور التالت، فمش محتاج ان الموتور يفضل شغال على طول. آه، طبعا ما فصلش معايا، فاضطريت ان انا آه، اغيره. ده بيكون فيها عيوب اجزاء ميكانيكيه هنا جوه، بيبقى حصل فيها خلل او حصل فيها مشكله. وبرضه لو في حد من حضراتكم يعرف حل للمشكله دي اكون شاكر لو كتب لي في الكومنتات. وبرضه احنا بنتعلم وبنعلم اللي نقدر عليه. لو استفدت من الفيديو ده هستأذنك ما تنسانيش باللايك والشير،
ودعوة حلوة لوالدي رحمة الله عليه. شكرا لحضراتكم.